السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى يا جماعة مولد نجم جديد من نجوم رافال. ولما نقول رافال يعني صناعة مصرية 100%، يعني خدمة ما بعد البيع الممتازة جدا، يعني قطع غيار متوفرة، يعني الضمان كمان موجود معانا في رافال. مش بس كده، نجم النهاردة مولود بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر، مولود عملاق، مولود نجمنا النهاردة بالضمان 3 سنين، قطع الغيار كمان متوفرة. وتعالوا نشوف مولودنا النهاردة. نجمنا النهارده يا جماعه من رافال اير فراير رافال الديجيتال. اول مره في السوق المصري ينزل معانا اير فراير حصري، اولا بحلتين، مش حله واحده، حله داخليه وحله خارجيه زي ما هنشوف مع بعض. مش بس كده يا جماعه، ده احنا ضمان 3 سنين على الاير فراير وضمان 5 سنين على الحلتين، لو لا قدر الله قشرت ولا جرى لها حاجه، وده عمره ما هيحصل. غير كده وكده عندنا بعد ال3 سنين في كمان خدمه ما بعد البيع، وفي كمان الضمان على قطع غيار اير فراير، مروحتين لتوزيع حراره افضل، سعر اقتصادي جدا لانها ببساطه صناعه مصريه 100%. وتعالوا نشوف الكرتونه الحلوه دي، لسه فيها مفاجآت كتير قد كده. تعالوا نشوف فيها ايه. كرتونة الاير فراير بتيجي كرتونة بسم الله ما شاء الله، كرتونة عملاقة زي الاير فراير بالظبط. اول ما بتفتحيها بتلاقي كتيب مليان مفاجآت هقول لكم عليها بعدين، وبعد كده في كمان الكتالوج والضمان. بعدين بلاقي كرتونة كبيرة مليانة مفاجآت، كل الكرتونة دي هدايا مع الاير فراير. بصوا بخاخ الزيت اللي بتدوخوا عليه بره جاي هدية مجانية، قوالب الكب كيك، ورق الزبدة كمان بتاع الاير فراير كمان ماسك حلو قوي تحفة، وكمان المساكه السيليكون، وبعد كده الاسبونشه اللي بنضف بيها الاير فراير، وكمان قوالب سيليكون للكب كيك. يبقى الكب كيك معانا في قوالب ورق وقوالب سيليكون، والفرشه اللي بوزع بيها الزيت، وكمان العجله بتاعه البيتزا. الكرتونه دي كلها يا جماعه هديه جميله مجانيه مع الاير فراير بتاعنا النهارده، وده طبعا الهدايا دي كلها حصريه مع رافال وبس. بعد كده في كرتونه فتحتها، كرتونه متوسطه، لقيت فيها الحله الصغيره اللي ممكن استعملها جوه الحله الكبيره، وممكن كمان استعملها كمصفى. ضمان 5 سنين على الحلتين يا جماعه. بعد كده بلاقي الكرتونه الاكبر شويه اللي فيها الحله الاساسيه بتاعه الاير فراير بسم الله ما شاء الله، 5 لتر الحله الداخليه بتاعه الاير فراير من رافال، 5 لتر، وده برضو حصري يا جماعه عند رافال وبس. الحله ما شاء الله تقيله، وتحس كده انها مصنوعه حاجه قيمه. دول الحلتين مع بعض اللي بيجوا مع بعض مع العملاق بتاعنا. بعد كده في كرتونه كبيره فيها بقى النجم بتاعنا النهارده، فيها الاير فراير الرائع. بجد انا كنت مبهوره جدا جدا بالاير فراير وجماله، ازاي الصناعه المصريه ما شاء الله بقت بتنافس المستورد. بصوا شكله، شوفوا جماله، ده غير ايه بتنافس المستورد، بس عندنا ايه ده؟ الحقوا، اليد بتاعته اتكسرت؟ لا ما اتكسرتش ده هي بتتشال وتتركب بالزرار بتاعها ده عشان اقدر احط الحله التانيه جواها بالمنظر ده. شايفين؟ يعني حتى دي رافال ما نسيتهاش. ارجع تاني واقول لكم الصناعه المصريه كفايه قوي انها بتديني امان في خدمه ما بعد البيع، قطع الغيار يا جماعه المتوفره، الضمان يا جماعه ضمان 3 سنين. تعالوا بقى نستخدم الحله كانها حله بجد بقى. هعمل ايه؟ حطيت رشه زيت كده، واروح حاطه فيها كده شويه ذره فشار، واحط عليهم رشه ملح ورشه زيت خفيفه. خلي بالك مش هتستعملي زيت غير حاجات بسيطه قوي، اقتصاديه جدا في الزيت يا جماعه. تعالوا بقى نشوف هنظبط درجة حرارة الفشار. انا عندي الدرجة الاساسية بتاعة الاير فراير 200، والوقت بتاعها 18 دقيقة، ده الثابت بتاعها. تقدري تنقصي وتزودي سواء في الوقت او درجات الحرارة على حسب ما انت عايزة. غير كده عندك برامج تناسب جميع الاكلات زي ما انت شايفة، اللحوم، فراخ، رز، مكرونات، براحتك خالص. بسم الله ما شاء الله، بصوا دور الفشار عامل ازاي، مفيش واحده ما فشرتش. ريحته كانت جميله وطعمه كان مقرمش وجميل. شايفين الجمال والحلاوه؟ تعالوا بقى نفضي كده ونشوف الفشار اتعمل ازاي. بصوا ولا في واحده لزقت. شايفين الماتيريال بتاعت الحله؟
روعه ما شاء الله، وبتلمع بمنتهى السهوله. تعالوا برضو نستخدمها كانها حله عاديه، ونعمل فيها شويه رز بسمتي نقعته لمده ربع ساعه وصفيته وحطيته في الحله، وحطيت عليه رشه ملح وكاري وكركم، وبعد كده زي ما انتم شايفين رشه زيت برضو من البخاخ اللي جاي لي هديه مع الاير فراير. وبعد كده تظبطي الميه بتاعته، خد معايا كوبايتين ميه كده، ده مستوى الميه، وقلبي ويلا بينا على الاير فراير على طول. هنقلل بس هنا درجه الحراره، هنخليها ال100 علشان الرز يستوي براحته. 200 هتبقى كتيره قوي. بصوا بقى من الزرار ده تدوسي كده لغايه ال100 امان. شوفي الوقت اللي انت عايزاه، وغمضوا عينيكوا وفتحوا عينيكوا، شوفوا الرز مفلفل قد ايه، بصوا الدخان طالع ازاي. ايه ده يا جماعه؟ ايه الجمال بتاع الاير فراير ده؟ والله 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 هيبقى دراعك اليمين في المطبخ، هتعملي فيه كل حاجه، هيغنيكي عن الفرن، هيغنيكي عن الميكرويف، هيغنيكي حتى عن البوتاجاز العادي. والا بقى عروستنا في المطبخ هتعمل احلى الاكلات وهي مغمضه، ولا هيهمك، خشي بقلب جامد. تعالوا بقى نستعمل الحله التانيه اللي هي كانها مصفى كده بالظبط. ما تنسوش ضمان 5 سنين. شفتوا شلت الدراع الاولاني وهروح مركبه الحله دي بالدراع بتاعها، اديتها كده بخه زيت حلوه. وتعالوا نشوف هنعمل فيها ايه بقى يا جماعه. دي انسب حاجه ليها. عملت شويه خضار سوتيه، عايزه اشوف لونه هيدبل ولا لا، عايزه اشوفه هيجلد ولا هيفضل مقرمش معايا ولا لا. كمان حطيت كوز ذره اصفر كده حلو، ورشه روزماري، واحط عليهم رشه ملح وبخه زيت من ايه، من البخاخ اللي جاي لي هديه. كل حاجه هتستعمليها في الاير فراير هتلاقيها جايه لك في بوكس الهديه، هديه مجانيه محترمه، بوكس محترم النهارده. وبعد كده نروح مشغلين برضو الاير فراير. من ضمن اسباب اللي عجبتني فيه جدا ان هو سهل جدا جدا في تشغيله. تعالوا بقى دلوقتي نفتح الماسك الايه، الهديه برضو اللي جاي لي في بوكس الهدايا. بصوا الذره استوى وعامل ازاي، الخضار استوى يا جماعه ومقرمش وجميل، وكانت ريحته جميله، ولا لونه بقى بهتان معايا ولا دبل ولا جلد. شايفين مقرمشه ازاي؟ تحفه ما شاء الله. نجاح باهر 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 ما شاء الله على رافال وكل منتجات رافال اللي دايما بتبهرنا بكل حاجه فيها بجد. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ هجفف البقدونس، هعمل بقدونس مجفف بحطه على ال7 بهارات كده، بيدي ريحه وطعم حلو قوي لكل الاكلات. تقدري بنفس الطريقه تعملي التوم البودر والبصل البودر، تعملي كمان تجففي نعناع، تجففي ملوخيه. بصوا نشف لي البقدونس ازاي يا جماعه. عمرك شفتي اير فراير بيعمل كده؟ دي حركه دي صعبه جدا، ان ازاي البقدونس يتجفف ينشف خالص كده وفي نفس الوقت يبقى لونه اخضر زي ما هو. هوريكم البودر بتاعه دلوقتي لونه مخضر ازاي، مش هتصدقي الجمال. بصوا معنى كده ان هي ما بتأثرش خالص على الخضار ولا على لونه ولا على قوامه. النهارده اير فراير من رافال حاجه عبقريه بجد، يعني كلها ما شاء الله ما شاء الله كلها مميزات. شايفين الجمال بقى عامل ازاي؟ طيب ممكن كمان نستعملها في ايه؟ بصوا بقى هعمل حاجه حلوه. عملت كيكه وعملتها بجيلي الفراوله عشان يبقى طعمها ولونها كده حلو الولاد يحبوها، وجبت قوالب السيليكون بتاعه الكب كيك اللي برضو جايالي هديه مجانيه في بوكس الهدايا، وحطيتها كده. المصفى دي بقى بتعمل لي توزيع حراره ممتاز جوه الاير فراير، عشان كده اي حاجه بستخدمها جواه بلاقي فيه توزيع حراره. اير فراير الوحيده دلوقتي الحصريه بمروحتين لتوزيع الحراره. تعالوا نشوف بقى كده. انا عملته على 25 دقيقه وعلى 180 زي الكيكه العاديه. بسم الله ما شاء الله ولا كلمه، هي بتتحدث هي عن نفسها. 25 دقيقه بالظبط. شوفوا طالعه مستويه وجميله ازاي، وبختبرها كمان تحفه. تسويه ممتازه، توزيع حراره ممتاز. شايفين الجوانب لونها ايه؟ لو ما كانش فيه توزيع حراره ممتاز الكيكه دي بتبقى حساسه جدا. اكتر حاجه تفقسلك الفرن او الاير فراير ممتاز في توزيع الحراره ولا لا. طبعا انتوا شايفين انا مش قادره اشيل ايدي منها، تحفه. دي مجموعه الهدايا بفكركم بيها تاني اللي بتيجي مع الاير فراير. كل دي هدايا مجانيه جايه مع الاير فراير بدل ما تشتريها من بره. اي حاجه هتستعمليها هتلاقيها. الكتيب ده بقى مليان مفاجآت. ده كده العملاق بتاعنا بالهدايا بتاعته النهارده. وبعد كده دي مجموعه صغيره جدا جدا من الاكلات اللي عملناها في الاير فراير، والكتيب اللي جاي معاهم ده لوحده ده مليان اكلات تقدري تستخدميها في الاير فراير وتستخدمي كل البرامج المختلفه اللي موجوده معاه. افتحي بقى
الكتيب هتلاقي وصفات لحمه وفراخ واسماك، كل اللي انتوا عايزينه. ده طبعا مفاجاه وهديه لوحده. بجد يا رفال ابدعتي 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 في الاير فراير، كل حاجه فيه النهارده كانت حصريه في السوق المصري. خشوا على الجروب.